عمرك سألت نفسك ليه فيديوهات القطط مكسرة الدنيا؟ وهل أنا أقدر أعمل زيها؟ النهاردة هخليك تعمل فيديوهات القطط بالذكاء الاصطناعي باحترافية، وهخليك كمان تثبت الشخصيات ومعاك شخصيات ثابتة خاصة بيك انت. تابع معايا علشان تعرف الطريقة. أول حاجة هتلاقي البرومت ده سايبهولك في قناة التليجرام أو في وصف الفيديو. هتبعت البرومت لشات جي بي تي، دوس على إرسال. انت بتقول لشات جي بي تي اعمل لي وصف ل10 شخصيات قطط على هيئة كود. هيبدأ شات جي بي تي يعمل لك وصف للشخصيات اللي انت عايزها. زي ما انت شايف هيعمل لك وصف ل10 شخصيات، هيبقى ثابتين معاك في كل فيديو انت هتعمله. وبعد ما شات جي بي تي يخلص هتاخد اول برومت نسخ وتحطه على موقع ويسكي، وتختار المقاس من هنا 9:16 أو 16:9 لو انت عايزه فيديو يوتيوب. أنا هختار 9:16 وهدوس على إرسال. هتستنى حوالي دقيقة، هينشئ معاك صورة. زي ما انت شايف صورة احترافية. هتقدر تنزلها من هنا، تاخد تاني برومت وتحطه هنا وتدوس على إرسال. بعد ما يولد لك الصورة احترافية هتنزل الصورة وتقدر تعمل ده في باقي المشاهد. تاني حاجة بقى معانا هي توليد الأفكار. هتروح على قناة التليجرام، تاخد الوصف وتبعته لشات جي بي تي، بيعمل لك 20 فكرة مختلفين واحترافيين كلهم. استنى يعمل لك الأفكار. هيعمل لك 20 فكرة احترافية، تختار منهم الفكرة اللي انت عايزها. وبعد ما تختار الفكرة هتروح لآخر مرحلة معانا وهي توليد المشاهد والفويس اوفر. هتمسح كلمة توليد المشاهد وتحط هنا البرومت. هنا هتحط البرومت أو الفكرة، وهتستنى شات جي بي تي هيعمل لك وصف كل شخصية. هتدوس تحميل الصور وتشوف الصور اللي انت عايزها هنا، وهتحط الصور اللي هيبقى في المشاهد معاك، وتمسح الكلام ده وتحط أول برومت نسخ نسخته من شات جي بي تي وتحطه هنا وتدوس على إرسال. تلاقيه ولد لك صورة، ولكن هنا مفيش الثبت اللي هي هتخليه يبعته لخالته. فانت هتدوس على علامة الزائد وتدوس على توليد وتكتب له هنا سلة طعام مغلقة، وهتدوس على إنشاء. هتستنى يعمل لك الصورة، وبعد ما يعمل لك الصورة هتلاقيه عمل لك صورة احترافية. دوس تحديد الكل وتجيب أول برومت من شات جي بي تي وتحطه هنا. تحدد الشخصيات الأم ومياو والسلة، وتدوس على البرومت وتدوس على إرسال. اكتب له هنا اجعل الأم تعطي السبت أو السلة للطفل، وهتدوس على إرسال عشان ما يغلطش. زي ما انت شايف عمل لك صورتين احترافيين. ننتقل لتاني مشهد معانا في توليد الصور، ونحطه هنا نكتب له اجعله يمشي وهو ماسك السلة. نزود كلام. زي ما انت شايف عمل لك صورة احترافية. تقدر انت بقى تكمل وتعمل باقي الصور عشان مدة الفيديو ما تطولش. علمتك ازاي تعمل الصور. تالت حاجة تحريك الشخصيات. هتدوس على علامة الزائد من موقع ميتا اي اي وتدوس تحميل الصورة وتختار الصورة اللي عايز تحركها. مثلا انا هختار اول صورة وتاخد برومة التحريك وتدوس على انشاء. هيبدأ يدخلك على القائمة دي. هتستنى حوالي دقيقة هتلاقي الفيديو جاهز. وبعد ما الفيديو يجهز معاك تعالوا نخش على الفيديو كده ونشوفه. صراحة فيديو احترافي، هتقدر تنزله من العلامة دي. تعالوا بينا نحرك تاني مشهد. هنحط الصورة بالطريقة دي ونروح لتاني سكريبت معانا، وهناخد برومت التحريك وندوس على إرسال أو تحريك. بعد ما يتحرك معاك زي ما انت شايف التحريك احترافي وكمان الشفايف بتتحرك. تعالوا نخش وننزل
وننزل الفيديو مع بعض. تقدر بقى تولد باقي المشاهد بالطريقة دي في الفيديوهات. تعالوا بينا نولد الفيديو التالت. وبعد ما تخلص كل المشاهد هننتقل للمرحلة الرابعة معانا، مرحلة الحوار أو voice over. زي ما انت شايف عامل لك نبرة الصوت. تاخد نبرة الصوت وتخش على موقع AI Studio وتختار أي نموذج من دول وتختار اللي هو الشخص الواحد، ومن النبرة من فوق هنا هتمسح الكلام ده وتحط النبرة اللي معانا اللي احنا لسه جايبينها من ChatGPT وتختار الصوت اللي انت عايزه. بس خلي بالك يكون صوت واحدة عشان دي الأم، وتاخد الكلام وتحطه هنا وتدوس رن توليد. تستنى لما يتولد معاك، مش هيكمل دقيقة على حسب النص اللي انت حاطه. بعد ما يتولد معاك هيولد معاك صوت احترافي تقدر تنزله من 3 نقط وتدوس تنزيل. هترجع وتاخد للقط مياو الفويس اوفر بتاع مياو وتختار الصوت وتمسح الكلام ده وتحط الكلام اللي هيقوله مياو وتختار الصوت من هنا. حاول تختار صوت ناعم علشان يبقى سهل معاك وجميل. بعد ما تختار الصوت اللي انت عايزه هتدوس على رن او توليد. هننتقل بقى لآخر مرحلة معانا وهي مرحلة المونتاج. تختار كل الفيديوهات اللي انت عملتها، تختار الفيديوهات كلها زي ما انت شايف كل الفيديوهات معانا، وننسق الصوت معاها. نختار الصوت ونظبطه على حسب كل مشهد معانا، وحاول تقص الزيادات علشان ما يبقاش ممل. يعني مثلا ندوس تقسيم هنا ونقص الزيادات. تمام كده حلو قوي. وندوس الصوت ونضيف صوت الرد بتاع مياو. طبعا انا مجمع الاتنين على بعض، انت عايز تجمعهم على بعض جمعهم، مش عايز براحتك. هنختار صوت مياو في اول مشهد او في باقي المشاهد. ظبط الصوت وما تخليش اي حتت في النص كده فيها هوا او حتت فاضية. ظبط الصوت وخليه متناسق علشان ما يبقاش ممل. من هنا هنظبط شوية علشان في اول الفيديو، وكمل على كده باقي الفيديو. تمام. وبعد ما تخلص مرحلة المونتاج هيبقى الفيديو معاك احترافي. تعالوا كده نسمعه مع بعض. خد الأكل ده ووديه لخالتك وخلي بالك من الطريق. حاضر يا ماما، مش هتأخر. الطريق ده حافظه كويس، مش بعيد. ايه ده؟ الطريق مقفول؟ هلف من هنا، بس شكلي هتأخر شوية. لازم أكمل. وعدت ماما. الحمد لله الأكل سليم، كنت خايف أضيع الوعد. حسيت إني كبرت شوية النهاردة، اتأخرت، قلقت عليك، بس نفذت اللي قلتي عليه. المهم إنك كنت قد المسؤولية. هفضل أعمل كده دايما. الوعد مسؤولية وأنا قدها.